السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعوا تنخدعوا بالخدعة بتاعة ليلة رمضان، ليلة القدر في يوم معين من العشرة الأواخر. يا جماعة دي خدعة، اوعوا تخدعوا نفسكم بيها. ادخلوا لربنا كده من أبواب كتير قوي، أبواب الاستغفار، باب الاستغفار ده. ادخلوا ربنا من باب الاستغفار. لو كنتم مش مقبلين على الطاعة بحماس وشغف. في ناس بتكون في الأواخر، طبعا دخلت رمضان بقوة كده وبشدة، وفي الآخر بتطلع زي الكيرف كده، بيطلع وبينزل في الآخر. لا، خليكم ادخلوا على ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الاستغفار وعن طريق الحوقلة. الناس اللي بتقابلها فتور في العبادة، أرجوكم أرجوكم اوعوا تضيعوا الليالي الجاية، ويا رب ما تكونوش ضيعتوا الليالي اللي فاتت. العشر الأواخر كلهم رزق، مش كتير على آخرتك إن أنت تقوم العشر الأواخر، مش كتير أبدا على آخرتك وعلى أيامك الجاية وعلى نفسك وعلى روحك وصفاء روحك إن أنت تقيم الليل. حاولوا يا جماعة تغتنموا الفرص. الفرص مش بتيجي كذا مرة، الفرص بتيجي مرة واحدة. للسنين الجاية قدامك، لعمرك الجاي، اغتنم الفرص اللي موجودة اليومين دول. لو سمحت خلي بالك، لو سمحت. احنا في سباق مع الزمن، اننا نرضي ربنا سبحانه وتعالى عشان يرضى عننا. ارجوكم ارجوكم يا جماعة، خلوا بالكم واغتنموا الفرص، اغتنموا الفرص. ادخلوا على ربنا من باب الاستغفار تاني، ادخلوا على ربنا من باب الاستغفار والحوقلة. لو كان عندكم فتور في العبادة، خلوا الدنيا كده، خلوا الحماس يشتعل تاني في قلبكم. ادعوا لنفسكم كتير. بص على عيالك وشوف تتمنى لهم ايه وادعي بيه. بص على نفسك وبص على حياتك وبص على امنياتك وشوف تتمنى ايه في حياتك وادعي بيه. ادعي بيه، لا تمل. ألح على الله في الدعاء، ألح على الله في الدعاء، ألح على الله في الدعاء. أرجوكم ألحوا على الله في الدعاء. ربنا يستجيب لكم ويستجيب لنا إن شاء الله، وبإذن الله ربنا يتقبل منا. اللهم أعطي كل سائل مسألته، اللهم فك كرب المكروبين وفرج هم المهمومين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وعشان خاطري ادعوا لغيركم كتير، ده باب حلو جدا من باب استجابة الدعاء. ادعوا لغيركم كتير قوي، والملك هيرد عليكم ويقول لكم ولك بالمثل. ودعوة الملك أعظم بكتير من دعوتنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.